مرحبا بكم في قناة الصنعة كنز. اليوم عندنا الدرس ديال القب. باش نخدموا القب كنحتاجوا القياس الدورة ديال العنق الامام من هنا لهنا، والدورة ديال قياس عنق الخلف من هنا لهنا. يعني مثلا لقينا هنا 16 سنتيم، وهنا لقينا 10 سنتيم، يعني 16 ندير حل لقينا افضل 16 ديال الامام، نزيدو عليها 10 ديال الخلف، كنزيدو عليهم 2 سنتيم للخياطه. هذا هو القياس اللي كنخدموا به القب. غادي نديرو واحد الخط من هنايا. طول القب يتراوح ما بين 43 إلى 50 سنتيم طول ديالو. يعني الممتلئات من الأفضل يديروا 50، 43 يجيهم صغير. هذا الطول من هنا لهنا نهبطوا ب10 سنتيم، من هنا لهنا يعني كنهبطوا ب10 سنتيم. نعملوا خط. هاد القيمه اللي لقينا المجموع ما بين الامام والخلف 16 زائد 10 26 زائد 2 28. كخصنا نلقاوها هنايا. يعني المترو كتجيبوه يكون مستقيم بحال هكذا، و28 اللي لقيتو تحطوها. يعني انا كنعطيكم غير مثال. كتعملوا خط على هذا. فهاد المسافه هذه كنقسموها على 2، نقسموها على 2، نعملوا نقطه. كنجيو من هنا كنعملوا واحد التحريفه غير خفيفه، وهنا في المنتصف كتنزلي بسنتيم، وهنا فوق واحد التخليفه خفيفه. كتحاولي تلاقي هاد التحريفه هذه بهاد النقطه هذه بهذه، يعني خفيفه تكون، ماشي اللي بيدك. هايله فاللي كتشوفني دا، هاي تحريفه خفيفه تقدا بيدك. وقلت باننا كندخلوا من هنا بسنتيم. شنو من بعد؟ هاد المسافه اللي عندي من هنا لهنا كنعبرها. شحال ما عندي فيها كنهبط به لتحت. واضح؟ من هنا لهنا كيكون قدو قد هنا، وكنهبط بخط وصافي. ها هو القب تسالى. اسرع قب في العالم في ثواني. هذا هو القب. والقب اللي كنخدم به انا في الخياطه ديال الجلابه التقليديه المغربيه باليد هو نفسه اللي كنخدمو بالماكينه. يعني ما كنعملش ديك الباندا اللي كتكون هنا، ما كنديرهاش. كنخدم عندي القب ديال الجلابه باليد هو نفسه الجلابه بالماكينه. كان هذا الدرس ديال القب ديال الجلابه. ان شاء الله يكون سهل ومفهوم. اي اسئله عندكم مرحبا بها، ان شاء الله نجاوبكم عليها. اذا عجبكم الدرس اليوم اعملوا اشتراك ولايك وشكرا.